متخيل إن في عربية جديدة بتطلع للنور كل ساعة بالظبط في مدينة 6 أكتوبر؟ شركة جيلي الصينية قررت تفجر مفاجأة وتعلن عن كواليس مصنعها في مصر اللي استثماراته وصلت ل 100 مليون دولار. المصنع مش مجرد تجميع عادي، ده خلية نحل شغالة بالروبوتات وأحدث التكنولوجيا علشان يطلعوا 25 عربية من طرازي كول ري وإيما جراند كل يوم. والمفاجأة الأكبر إن 45% من مكونات العربية دي بقت صنع في مصر، والهدف واضح وصريح: توفير العربيات في المعارض والقضاء تماما على وحش الأوفر برايس. الأسعار بدأت تنطق، إيما جراند السيدان بتبدأ من 789 ألف جنيه، وكول ري الاس يو في بتبدأ من مليون و24 ألف، ومعاهم ضمان بيوصل ل6 سنين. الخطة مش بس للسوق المصري، دي عيونهم كمان على التصدير لأفريقيا والدول العربية. تفتكروا التصنيع المحلي لجيلي هيقدر يسيطر على السوق ويخلينا نودع زحمة الحجوزات للأبد؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.